ایوار باش گهدار و تماشاوانین بویر اف ام هون بخیر هاتنه دخلکک نوده برنامه پیواجویا کوچ برکی کو ام سر پیهاتی و چیروکا کوچ برکی سرکفتی ناس بکن. هر چهارشنبه اف برنامه و بشویه کی زندی به وشاندن میوانما یا ایروج آلمانیای بماربه او جیجنا کرد کچا بازار عفرینی تولین العمویه. جبو ام جنیز به ناسنامه تولین العمو ناس بکن ام به هفرال به پارچایا ویدیوی گهدار و تماشا بکن و بدگرن خلقه خوا بردوام دکن. مرحبا بالجميع وإن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تحضروا هذا الفيديو. أنا تولين ألعامو من سوريا، أخصائية شعر وصاحبة براند شركة تولين ألعامو هير كلر الإيطالية، ومقيمة حاليا في ألمانيا. بشتغل على السوشيال ميديا من أكثر من 3 سنين بمجال الكوافير والشعر والصبغات، ولحتى تعرفوا عني أكثر تابعوني بحلقة مباشرة مع إذاعة بوير اف ام. ایرو برنامه ما و بزمانی عربی بج بوگو بیتر میوانا ما بیتر کار به برسوا خوا بده. مساء الخير مدام تولين، أهلا وسهلا فيكي ببرنامجنا مسيرة مغترب. مساء النور، سلام، كيفك؟ شو الأخبار؟ أول شيء شكرا لكل فريق العمل القائم على الإذاعة، شكرا لك وشكرا لكل المشاهدين وأهلين فيكم. شكرا إليك. في البداية لو تحكي لنا عن حياتك بسوريا، طفولتك، دراستك وعملك. هلا أنا بسوريا كنت أدرس حقوق، بس ما كملت، بتعرفي من هالأوضاع. بس أنا داخلة بمجال الكوافير من تقريبا عمري 14 سنة. دخلت في معهد سوري والتاني واحد معهد فرنسي، واختصيت يعني بالشعر كدراسة. يعني تعلمت أساليب التسريحات والصبغات وعلاجات الشعر، وبعدين صرت إني أشتغل لحالي طبعا بجنب الدراسة. يعني كنت أدرس بالجامعة وكنت أشتغل كمان بنفس الوقت. بس يعني كنت مركزة على شغلي أكتر، يعني إنه مجالي هذا اللي أنا بحلم فيه يعني من صغري، إنه هذا هدفي. عرفتي كيف؟ نعم. فلما اشتغلت يعني شفتي بلشت هالحرب وهالأزمة، طلعت كان أهلي عم بيشتغلوا، كانوا أبوي كان بيشتغل بالسعودية، فطلعت للسعودية إني أشتغل. وهنيك كمان ما طولت كتير، نزلت على تركيا، نعم وبعدين تركيا ضليت سنة عم بشتغل. مدام تولين، وبعدين جيت قبل على ما هون على نطلع، ألمانيا. قبل ما نحكي على تجربتك بالسعودية وتركيا، يا ترى تأثرتي بأحد من مصففي وخبيري الشعر أو حدا من أهلك من عائلتك يحبوا هالمهنة؟ لا والله، أنا يعني هي الشيء هيك يعني خلق معي. يعني أنا من صغري أنا بحلم بدخل بهذا المجال. يعني أنا من أنا صغيرة، من عمري 10 سنين، يعني كتير كتير بحب. أنا يعني كان حلمي إني أنا أصير هيك، يعني هيك هواية يعني. نعم. بعد سوريا سافرتي لعدة بلدان منها السعودية وتركيا، لو تحكي عن تجربتك بهالبلدان كيف كانت وشو أضفتي لشغلك تولين؟ هلا لما اشتغلت في تركيا كنت مستلمة صالون، واشتغلت يعني بصالون. تمام. بعدين اني قبل طبعا كنت بالسعودية قلت لك، بس ما طولت كتير بالسعودية، هيك كم شهر. كمان هناك استلمت صالون، يعني انه واشتغلت فيه وما قدرت. يعني نزلنا، يعني كان عندنا مناسبة في تركيا، بعدين بعد ما نزلنا على تركيا ما قدرنا نرجع نطلع لأني ما بيعطوا فيزا السعودية وهيك. فضليت بتركيا، يعني هاي هي كانت النقطة. فبعدين اني طلعت على ألمانيا كانت أفضل، يعني انه أطلع على ألمانيا. شفتي لأنه حرب حلب ما كانت تخلص، وسوريا يعني بشكل عام يعني. وعملتي فاضطريت دورات أطلع على بتركيا ألمانيا. وبسعودية مدام تولين؟ بالسعودية كنت أعمل أنا دورات للبنات، يعني للي حابة تتعلم ميك اب، للي حابة تتعلم بالشعر، تعمل تسريحات. بس بتركيا لا والله ما عملت. بس أنا هون بعد ما جيت على ألمانيا صرت إني هون أعمل وركشوبات، وطورت شغلي هون في ألمانيا كتير كتير. أنت سافرتي لألمانيا بأي سنة؟ بال 2015 جيت على ألمانيا، وبلشت بعدها بسنة يمكن. بعدها بسنة بلشت على السوشيال ميديا
لا بعدها بسنتين، بال 2017 بلشت على السوشيال ميديا، صرت اعمل فيديوهات على اليوتيوب على الانستغرام. طبعا كل موقع في له سيستم معين بالفيديوهات، يعني ما انه كله نفس الفيديو بشيله وبحطه على كل المواقع، لا كل فيديوهات شكل يعني. وصارت تكبر صفحتي والعالم تحب لون شعري. بالبداية يعني يتفاجئوا انه شلون عامله شعرك وكذا. طبعا انا ما كان لي خبر انه هذا اللون انه هيك عامل ضجه والناس كثير ما بيعرفوا يعملوه، وكوافيريه كثير ما بيعرفوا يعملوه. فمن هاي النقطه انه كانت هيك يعني خطوه منيحه لإلي انه يكبر اسمي واشتهر بالصبغات كتير واشتهر منيح. بعالم انت السوشيال حكيتي ميديا. انت حكيتي انه بعد سنة بلشتي على السوشيال ميديا، لكن بدايتك بألمانيا شو كانت؟ شو تجربتك الأولى؟ هلا بدايتي على المانيا كنا جايين انا وزوجي جديد، ونحن كنا عرسان يعني قلنا شي 3 سنين. فانه هون قررنا نجيب بيبي فجبت ابني. وفترة يعني اول سنة كانت حمل وتظبيط وتركيز وضعي يعني وبيت وهيك يعني. دراسة اللغة؟ اللغة اخذت البي اينز اللي هي الاول مستوى اللي لازم واحد ياخذ هاي الشهادة لحتى يقدر انه يشتغل او انه يطلع على السوق ويحسن يحكي مع العالم. كمان هي بلشت فيها كمان بعد بسنة، كله هيك يعني كله بعد سنة. يعني هي سنة الحمل كانت ما عم بعمل فيها شيء أبدا. تصفيف الشعر فن وذوق أولا وإبداع ثانيا. كيف استطاعت تولين تأسيس شهرة لها بألمانيا بالرغم من صغر سنها؟ شو المميز والمختلف عن تولين؟ هو قلت لك السوشيال ميديا كتير كتير ساعد بهذا الشيء، والخبرة يمكن. أنا لما بشتغل بالشعر يعني قبل ما إنه يكون شغل، قلت لك هي كانت هواية. يعني أنا يعني من يعني عندي صغرك، نعم. هواية، يعني إني بتفنن بالشغل. بحب أعمل دائما شيء مميز وشيء جديد، أفكار جديدة دائما تكون فكرة جديدة. ما بحب الشيء التقليدي، بحب أعمل الشيء المميز. يعني يمكن هذا الشيء ساعدني كثير إني تكبر صفحتي ويكبر اسمي على السوشيال ميديا بمجال عالم الشعر والهير ستايل وهالقصص يعني. نعم. كيف قدرتي تفتحي شركتك الخاصة؟ مين ساعدك؟ لو تحكي عن الشركة والموظفين والزبائن، يا ترى سوريين أم أوروبيين؟ هلا الشركة اجت، انا قلت لك لي تقريبا 4 سنين هون من واكثر، يمكن 2015، حتى نعم. من 2015. ايه انا دائما هون يعني هلا انا ككوافيره متعوده دائما اجيب برودكت من المندوب اللي بيجيب صبغات بروفيشنال نخب اول للكوافيريه، اللي هدول ما بينباعوا بالسوق، بينباعوا حصرا في اماكن اللي بتبيع عده كوافير. فانا هون بالمانيا ما لقيت هدول الاماكن، فكنت اشتري من السوبر ماركت صبغات اللي هن بيكونوا نخب ثالث وبكونوا نوعيتهم ما كتير منيحه. فانا يعني كتير كتير، وعلى السوشيال ميديا كتير عم بصبغ شعري وبلون وبعمل. بس انه اول شيء شعري كتير تعب لاني نوعيه كتير سيئه. ثاني شيء يعني اللون ما يطول او اللون ما يطلع حلو. يعني تاخذي لون تلاقيه على العلبه شكل وتيجي تصبغيه يطلع، يعني المهم معاناه طويله عريضه. من هاي النقطه يعني انا تعبت وقلت لا، اني انا لازم اجيب من هدول الصبغات. وانا يعني حاليا ما عندي صالون، يعني حاليا ما عندي صالون لانه لازم اركز وضعي باللغه وتعديل الشهاده. ولازم يعني هون كثير شوي صعب القوانين هون في المانيا لانك تفتحي صالون. يعني بدهم ماجستير او مايستر، يعني مثل ما بيقولوا، يعني بدهم تخصص كثير، يعني انه دراسه منيحه بالشعر. هلا انا عندي شهادات بس شهاداتي من مايستر، شهاداتي بيخولوني اني اشتغل، بس اني كافتح صالون شغله قصه كبيره يعني هون في المانيا. نعم. يعني بدها دراسة ولازم أكون أعرف رجالي ولازم يعني 100,000 قصة. فلهيك يعني أنا ما بحسن أجيب من صبغات الكوافيرية هون، لازم يكون عندي رخصة صالون لحتى أحسن أجيب. عرفتي كيف؟ فهون أنا ما ضل عندي مجال غير إني أنا أتواصل مع الشركات الإيطالية وأعمل برودكت خاص لإلي، وأنا اللي أعمل هاي الصبغة يعني حتى أقدر أنا أول وحدة أستعمل منها. وعملتي هالشي؟ ايه وعملت هذا الشيء. ويعني طبعا لما انت عم تجيبي منتج يعني نخب اول، اول شيء بكلفك راس مال، بده راس مال كبير. هي اول شيء. ثاني شيء بتكون صبغه النخب الاول بتكون اغلى بكثير من صبغات النخب الثالث. يعني راس مالهم عم بحكي، ما عم بحكي هلا على البيع البيع السوق. يعني عرفتي كيف؟ فانا كان عندي خيارين، يا اما بدي اجيب نوعيه سيئه واجيب كل الالوان واجيب عدد كثير ضخم وكبير، يا اما اذا بدي شيء كثير منيح بدي انحصر بعدد معين ويعني انه الوان قليله. فشركتي انه قدمت بس 5 الوان، يعني حسنت اجيب 5 الوان بس. اهتميت انه الكواليتي يكون ممتاز، اهتميت الكواليتي يكون نخب اول، تكون الصبغه حصرا ايطاليه. جربت كثير، يعني بعثوا لي كثير تيسترات وجربتهم واخترت يعني الالوان اللي عجبتني اكثر شيء، واخترت
يعني 5 ألوان عجبتني كتير كتير، وعلى الأساس يعني تعاملت معهم واشتغلت معهم وعملت البرودكت الخاص بشركتي. نعم، والموظفين والزبائن؟ آم، كيف يعني الموظفين؟ عم يشتغل واحد عندك موظفين؟ ايه طبعا في فريق عمل، نحن عم نشتغل، انا في عالم عم بيشتغلوا معي، في مديرة مبيعات، في شاب بيشتغل بالشحن. طبعا نحن رخصنا والامور كلها تمام وعم نشتغل نظامي يعني كلهم كفريق عمل سوريين متكامل مدام يعني. تولين؟ ايه كلهم سوريين، كلهم هون سوريين وعم بيشتغلوا معي نظامي يعني كلهم. وزبائنك سوريين ولا أوروبيين؟ ايه زبائن سوريين طبعا، لاني انا اساسا يعني طلعت في اللغه العربيه وانا عم بقدم المحتوى وشهرتي كلها بالوطن العربي يعني حاليا، اكثر من انه يكون انترناشونال. هلا ايه في عالم بتابعني انه اجانب وهيك من كل انحاء العالم، بس يعني انه انا كلساني بطلع بحكي بالعربي، عرفتي؟ فيعني حاليا كلهم انه سوريين اللي هون، السوريات اللي هون اللي هن كمان عم بيعانوا من هالقصه وبدهم دائما برودكت منيح وصبغه منيحه ونخب اول، وبروحوا على الكوافيريه. وهون للاسف بالمانيا ما كثير بيهتموا بالتجميل والشعر والميك اب، يعني كثير كثير قليل اهتمامهم، مو مثلنا نحن عندنا الكراد والعرب والشرقيين يعني بشكل عام عندنا اهتمام فائق يعني بالاهتمام بالشعر والميك اب وهالقصص التجميليه. هون الالمان لا ابدا من هيك. نعم. يا ترى بافتتاحك لهالشركة، شركة تولين العمو، فتحتي فرص عمل أمام المغتربين للعمل معك؟ اكيد يعني هلا انا عندي فريق عمل بيشتغلوا معي، في مثلا عندي ادمن للصفحات، عندي مثلا مديرة مبيعات، في شاب مثلا بينظم الشحن، يعني ولسه لازمنا كمان كوادر، لسه لازمنا وكلاء. طبعا في وكلاء انا متفقة معهم بس مشان هالأزمة الكورونا ما حصلنا يعني وكلاء بكل البلدان الأوروبية والعربية حتى، بس هالأزمة قلت لك يعني شوي عملنا ستوب يعني انه لما ما شوي يهدى الوضع، وان شاء الله بعدين راح تتصدر الصبغه لكل انحاء العالم على المناطق اللي بنحسن نبعتها يعني. كتير منيح مدام تولين، رح ناخد فاصل صغير ونرجع. جار كدن هون بخير هاتنا گهدار و تماشاوانین بویر اف ام دوی خلکانو دش برنامه پیوا جویا کوچ برکی میوانا خلکامه بسپورا راس کرنا بور تولين العموج ألمانيا مريا. أهلا وسهلا فيك مرة تانية مدام تولين. اهلا فيكي سلام، تسلمي لي. لو نحكي عن عملك وفيديوهاتك على قناة اليوتيوب، في البداية كيف كانت الفكرة ومضمون الفيديوهات وعدد المشاهدين إليك؟ والله بصراحة بالبداية أنا بلشت على الفيسبوك كإعلان. أنا لما جيت على ألمانيا ما كنت بعرف النظام والقوانين هون أبدا، وكنت مفكرة هيك مثل أي بلد إنه فيك تفتحي بأي لحظة صالون وخلص يعني هون تبلشي الشغل. فكانت الفكرة بالبداية إني أعمل كإعلان لإلي، بعد ما إني فتحت كذا صالون، شي بسوريا وشي بالسعودية وشي بتركيا، يعني كل مرة الظروف تخليني أغير البلد. فمن هون يعني أنا كل مرة يعني أبلش من الصفر إني أجمع زباين وهيك، ويعني اجمع عالم تعرفني وتحب شغلي وتثق بشغلي وهيك، يعني تعبت من هذا الشيء وبعدين ارجع اخسرهم كلهم وارجع من الصفر. فمن هي النقطه بلشت فكره السوشيال ميديا، انه انا ببلش على السوشيال ميديا وين ما رحت خلص بكون في لي ناس بتعرفني، بكون لي في زبايني، بكون لي في معارفي. نعم. بس بعدين لما صرت اني بدي اجي اعدل شهاداتي لحتى اشتغل هون، شفت الشغله كثير صعبه وبدها بيت زباين، يعني بدها مستوى كثير عالي باللغه، وبدها انه تتعلمي حلاقه رجاليه، وبدها انه كثير قصص، يعني انه بدها شغل وبدها شروطها وقت، فانا صعبة. بهذا الوقت نعم. ما بحسن.
انا بهذا الوقت ما بحسن اني اضل هيك قاعده، فقلت يلا اني بصير بشتغل على السوشيال ميديا كشغل يعني. فصرت اني انزل فيديوهات على اليوتيوب، فيديوهات توعيه، فيديوهات تعليميه، كيف السيدات والصبايا يصبغوا شعرهم بالبيت، كيف يحافظوا على شعرهم، ما يحترق من الميش، كيف ما ينخدعوا من الكوافيريه اللي متعدين على المصلحه يعني. واللي في كثير عالم للاسف يعني بيجوا بتعدوا على المصلحه لحتى انه يعملوا حالهم كوافيريه، فبقولوا للعالم انه نحن كوافيريه، وبجيبوهم بيجربوا براسهم وبحرقوا لهم شعرهم. فهذا الشيء صار كثير كثير في المانيا يعني. من ضمنهم وحده من اصدقائي شعرها طب هيك من فوق طب، يعني لانه احترق شعرها عند وحده هيك عم تدعي انها كوافيره وهيك. فيعني هدول الظروف كلها خلتني اني اطلع على السوشيال ميديا، وشجعتني اني اطلع واحكي وديروا بالكم وتعلموا، والاكسيدانت الفلاني بحرق الشعر ولازم هيك تستعملوا، ما لازم هيك تستعملوا. يعني بهالاساس بلشت. وبعدين بلشت على الانستغرام، صرت اعمل مثل فيديوهات وانا عم بصبغ شعري، بس عامله بطريقه حلوه يعني، بطريقه يعني تكون هيك اتراكتيف للمشاهد يعني، تلفت نظره، وانه تكون حلوه وفيها قصه وفيها هيك يعني، انه يعني يستمتع المشاهد بشوفة الفيديوهات. وانا كمان بروج لفيديوهاتي، بروج بفيديوهاتي بالانستغرام، وبختار الفئة بس نساء، وبختار اعمار معينة يعني. انا ما بروج فيديوهاتي بشكل عام لكل العالم، لان في ناس ما مو من اهتمامها هذا الشيء يعني، نعم. مثلا شباب او اطفال مو من اهتمامهم هذا الشيء. فكنت دائما حريصة اني اروج للسيدات، للنساء بس. نعم. تولين، كونك كنتي أول مصفحة تنشر فيديوهات تعليمية للشعر على قناة اليوتيوب، وبالوقت الحالي صار كم هائل من فيديوهات للفتيات على القناة، كيف عم تقيمي أعمالهم وشو الفرق بين مضمون فيديوهاتك وبينهم؟ هلا يمكن في كثير بنات طلعوا على اليوتيوب وانستغرام وكتروا مثل ما بقولوا، بس يعني الله يوفق الجميع طبعا. بس يعني في فرق مثلا لما حدا يطلع يحكي كبروفيشنال كأخصائي بهذا الشيء، في فرق بين لما وحدة هيك مجربة لون على شعرها وزبط معه وتطلع تحكي. أكيد بيفرق هذا الشيء. وبالنهاية يعني الله يوفق الجميع، وإن شاء الله الكل هيك بتكبر صفحاتهم. وأنا بشجع كل السيدات وكل البنات إنه يشتغلوا ويعملوا شيء بحياتهم، ويعني ما يوقف يعني، دائما يقدموا شيء ويتعلموا لحالهم ولألهم ولمستقبلهم ولأولادهم يعني. مو غلط أبدا هذا الشيء. كونك مديرة تطبيق لايكي، لو توضحي لنا وللمستمعين التطبيق وخاصيته والمواد اللي عم تنزلي عليها. تطبيق لايكي أنا لي سنة بشتغل عليه كمنشئة محتوى، فيديوهات مختصة بتصفيف الشعر، تسريحات فقط يعني. بعمل تسريحات على التطبيق، إنه تسريحات تعليمية، منهم تعليمية بسيطة، منهم تعليمية هيك بروفيشنال، أو منهم هيك بس للعرض كتغيير شكل للمشاهد. فأنا استلمت الإدارة تقريبا كمان من فترة يعني، من فترة ما بعرف هلا أتذكر هيك من إمتى مستلمة الإدارة. التطبيق هو تطبيق مواهب يعني، هو بيوظف الناس اللي عندها مواهب، تمثيل، غناء، شعر، ميك اب، أي موهبة يعني. أي يعني شلون هيك Arab Got Talent. نعم. يعني هذا هيك تطبيق المواهب هذا يعني. أي حدا هيك عنده موهبة بيشتغل ضمن الفريق براتب معين، حسب عدد فيديوهاته، حسب جودة فيديوهاته، فيه مستويات، ويعني ضمن شروط معينة خاصة بالبرنامج يعني، ما بتشبه أي برنامج ثاني. نعم. برأيك مدام تولين، شو هي الشروط المناسبة والضرورية في مصففة وخبيرة الشعر الناجحة؟ الشروط الأساسية يعني أهم شيء يعني إنه دائما واحد يتابع الموضة، ويتابع الألوان، ويتابع مثلا الشغل يعني. مثلا كل سنة بينزل شيء جديد، إن كانت تسريحات جديدة أو ألوان جديدة، لازم الكوافير دايما يكون متابع ومهتم يعني، مهتم وملم بشغله يعني. دائما يعني يتابع شو عم بيصير جديد، ويحاول يعني إنه يعمل كل شيء جديد بينزل، أو كل أنواع الأنواع التسريحات أو الألوان يعني، إنه يهتم بشغله يعني كأي شغل كان. نعم. تولين العمو، هل الدراسة وتعليم المهنة هي سبب شهرتك ونجاحك، أم إرادتك وإصرارك على التفوق هي سبب النجاح؟ بصراحة لا، الدراسة أبدا يعني. الدراسة دائما بأي مهنة كانت هي بتكون بس هيك معلومات نظرية ورؤوس أقلام. واحد إذا ما اشتغل بإيده، وإذا ما كان عنده إرادة قوية، أو إنه حب لهالمهنة يعني، إذا واحد ما حب مهنته
ما مستحيل ينجح فيها. يعني أنا اليوم أنت أي مهنة بدك تشتغليها فيك تشتغلي شو ما بدك، بس إذا أنت ما بتحبي مهنتك مستحيل تنجحي فيها. هلا أنا كنت عم بدرس حقوق، بس أنا لهلا بقول لهم لأهلي يعني أنا إذا باخذ حقوق رح أحط الشهادة بالخزانة وماني مشتغلة فيها، لأني أنا ما بحب هذا الشيء، بس إني عم بدرسه هيك، لأني بسوريا ما في شيء اسمه فرع بالجامعة إنك تدرسي كوافير وهيك فهيك كانت عنا. فانا لا يعني انا اولا واخيرا راح اشتغل بهالمجال لاني انا بحب شغلي، يعني انا بحب هذا المجال عن حب يعني. نعم. شو نصائحك لمغتربات الكورد في أوروبا؟ شو هي نصائحك؟ هلا انا نصائحي مو بس للمغتربات، انا نصائحي لكل بنت لكل شاب حتى عنده خوات وعنده بنات. يعني انا بنصح الكل انه لازم السيدة اليوم تتعلم وتشتغل وتمسك يعني مصلحة بايدها ومهنة تسندها، لانه يعني الواحد ما بيعرف الحياة ايش بتخبي له يعني. فمو غلط البنت تشتغل، مو غلط البنت تتعلم، مو غلط انه تشوفي بنت تعملي مثلها حتى او تعمليها قدوة لإلك او انك تشتغلي مثلها، يعني هذا الشيء مو غلط. يعني انك انه البنت تقلد واحدة تانية انه عم تشتغل بمجال ميك اب او شعر. يعني بنصح كل البنات انه يتعلموا ويشتغلوا ويعني يعملوا شيء بحياتهم، لانه هذا الشيء كتير كتير مهم. نعم. يا ترى تورين لو كنتي هون بسوريا كنتي تقدري تعملي هالنجاح، تحققي هالشهرة والنجاح؟ هلا اذا كنت بسوريا اكيد رح يكون اكيد رح يعني اعمل شيء يعني مهم يعني مثل ما بيقولوا، بس يعني رح ينحصر هذا الشيء ضمن مثلا مدينه واحده يعني. يعني ممكن كنت احقق شهره على مستوى مدينه واحده، يعني مثلا اشهر كوافيره بحلب هيك، يعني عرفتي كيف؟ او مثلا تركيا اشهر كوافيره بمرسين او بعنتاب هيك. بس انا هلا هون في اوروبا مثلا بسبب الظروف اللي أنا هون فيها يعني اضطريت ألجأ للسوشيال ميديا. فالسوشيال ميديا هو اللي فتح لي أبواب كتير وخلى اسمي يعني يشتهر على مستوى الوطن العربي. وإن شاء الله يعني شوي شوي رح نشتغل أكثر لسه على الصفحة وعلى البرودكت وعلى الشركة، ونروج أكثر. يعني بتعرفي الشركة لسه جديدة، فإن شاء الله شوي شوي واحد يطور شغله. إن شاء الله. يا ترى راح نسمع بالأيام القادمة بالمستقبل اسم تولين العمو كمصففة لنجوم العالم وخبيرة عالمية وإلها براند وماركة عالمية؟ ان شاء الله اكيد. يعني انا عندي طموح وهدف اني اوصل بالبرودكت للعالميه، وان شاء الله رح اوصل لاني حاطه نقاط وهدف وعم بمشي عليهم يعني. فان شاء الله شوي شوي باراده الله طبعا كله يعني انه بيصير. يعني اذا واحد حاطط هدف براسه وعم بتعب على حاله اكيد رح يوصل لهدفه بالاخير. في الأيام القادمة شو عندك مشاريع؟ بالأيام القادمة والله حاليا يعني عندي بس مشروع الشركة، شركة صبغات. أول شيء حابة إني أكبر الشركة. بالأيام القادمة بس هيك قدرت مثلا إني أعدل. هلا عم بشتغل على موضوع تعديل الشهادات، أكيد راح أفتح مركز تجميل أو شعر. طبعا أنا زوجي كمان بيشتغل، هو دكتور يعني هون في ألمانيا، بس لسه عم بيشتغل كمان على حاله. فبلكي هلا عم بحاول أقنعه بلكي يختص تجميل إنه بلكي هيك بنشتغل سوا. بالتوفيق إليك ولزوجك. هل لك نية حبيبتي بالعودة تسلمي لي. لروج آفا وافتتاح فرع لشركتك هون بروج آفا وتدريب الفتيات على تصفيف وتجميل الشعر؟ لك نية بالعودة؟ هلا حاليا يعني شفتي كيف الوضع، لبعدين اكيد ان شاء الله انا يعني بفكر افتح فروع بكل محل، يعني بدبي بسوريا بروجافا بكل محل يعني. يعني ان شاء الله كل ما واحد هيك حسن شغله بيقدر انه يشتغل بطريقه. وانا حاليا بعمل انه هون ورك شوبات ودورات تعليميه، بطلع باريس، بطلع برلين، بطلع هون المدن الالمانيه. بعمل دورات للبنات، ورك شوبات هي يعني بتعلموا مثلا كيف يصبغوا بطريقه محترفه، كيف يعملوا تسريحات بطريقه خاصه التسريحات الجديده. يعني في تسريحات كل سنه بينزل شيء جديد وموضه جديده، ان كان لون شعر وان كان تسريحات وان كان حتى قصات شعر. فهدول هلا انا هون حاليا عم بشتغل فيهم كل فتره. وبس هيك يعني. وصلنا لنهاية الحلقة، لو إلك كلمة أخيرة نختم فيها حلقتنا. أكيد بدي أتشكركم كلكم، الفريق العمل عندكم والكادر كله وكل المشاهدين اللي تابعوا الحلقة من أولها لآخرها. وكمان بتمنى للعالم إنه يعني تستفيد من هاي الحلقة حتى لو شيء بسيط يعني. وخاصة السيدات اللي دائما هيك ما بريدوا إنه يشتغلوا كذا، يعني بريد الكل إنه يشتغل ويتعلم، وبالذات السيدات والبنات يعني بشكل عام. يعني أنا مع حقوق المرأة دائما. شكرا لك مدام تولين العمو، ونتمنى لك النجاح والتوفيق لك ولشغلك.
حبيبتي شكرا لكم كتير كتير. ام بویرنگی هاتن داویا خلکا خوام بهیوین و دمک خوش مردر باز کرن. سپاسیا هر کسی گل مگهدار کرل متا ما شکر. سپاسیا میوانا خود کم پسپورا راس کرنا پور تولین العمو. حتی جارک دن چارشمک دن بمین کیفو خوشی.